هلو. اصحابي واخواتي اللي هم لازم ينسوا اي حاجه في اي حته دول. يعني هو لازم لو راح اي مكان لازم يسيب قطره. يعني هنا يسيب مدينه مفاتيح، ينسى موبايله، ينسى محفظته. يعني لا تنسى شنطتها. يعني مع ان الشنطه دي حاجه مهمه جدا بس ممكن تنساها عادي. يعني والله ما يعني لا تحزنوا، لا تحزن وانت صغير. هم بيبقى اهلك شايلين هم الموضوع ده اكتر منك، لان هم اللي هيتبهدلوا في المشاوير. يعني انت لو محفظتك ضاعت هم اللي هيتبهدلوا بقى في ان هم ياخدوك، وممكن يعملوا لك بطاقه جديده وورق مش مهم الفلوس. يعني الفلوس سهله، يعني في مشاوير تانية بتبقى مرمطه اكتر بكتير من الفلوس. خلاص. لكن لما بتكبر انت بتشيل هم المسؤوليه دي لوحدك. خلاص يعني انت مش معقول تبقى شحط كبير كده عندك 2 23 25 30 سنه ضيعت حاجه هتروح تقول لاهلك معلش اصل انا نسيت بس الموبايل لا خلاص. يعني انت نسيت الحاجه، انت لبست في الحيطه بتاعتها يعني مع نفسك. خلاص. الله يحضرني موقف جميل والله العظيم. كنت تقريبا في اولى اعدادي، وابويا كان مغير عربيته، جاب عربيه جديده. فنزلنا بقى نركب معاه، قلت له بقى هات المفتاح مسخن لك العربيه وبتاع، ومعايا شنطه المدرسه واختي كانت معايا. نزلنا ركبنا العربيه وابتديت بقى دورت العربيه وابتديت اسمع المزيكا بقى. كنت جايب شرايط كاسيت جديده عشان اسمعها بقى في العربيه الجديده. ونزل ابويا ويلا كان بيوصلنا هو الصبح في طريقه للشغل، يوصلنا المدرسه. وصلنا عند المدرسه، انزل يا اسلام فين الشنطه؟ بدور على شنطتي. ما لقيتش الشنطه. اتاري طبعا من هول الفرحه، انا من كتر ما انا كنت فرحان سبت الشنطه جنب العربيه في الشارع وركبت العربيه مع ابويا من غير شنطتي. طبعا يعني انا بتضرب ذهابا وايابا، يعني من المدرسه الى البيت وتاني راجع من البيت الى المدرسه. وتقطيم بقى يعني مش عايز اقول لكم لان هو طبعا اتاخر على الشغل. انا ما اعرفش بقى ساعتها هو كان عنده حاجه مهمه ولا اللي ما اعرفش يعني. بس في ان انا اكلت علقه يعني رايح راجع بتضرب طول ما انا رايح راجع. وبعدين قعدوا يذلوني بقى. دي بتبقى المشكله. يعني المشكله ان اهلك بيقعدوا يذلوا فيك بقى. فاكر يوم ما نسيت شنطتك خلاص وبقت بصمه. انا خلاص ده انا اتعلم على ده بينسى حاجته ما تسيبولوش حاجه يعني خلاص. وطبعا كل الكلام ده بيحصل قدام اختي الصغيره. يعني ده هز شكلي ومنظري يعني. بس عادي الحمد لله. الحمد لله لما كبرت الموضوع ده قل. يعني ما بنسى حاجات وسبحان الله لسوء الحظ ما انساش حاجات غير من وانا نازل عند اهلي. يعني وانا يعني ابقى عند اهلي بزورهم اسيب ميداليه مفاتيحي مثلا، انسى محفظتي وارجع اخدها. حاجات جميله. ما بيحصليش الموقف ده غير معاهم. سبحان الله والله. يعني تحس ان انا قاصد او القدر بقى يعني قاصد. يعني ما اعرفش بس هو الموضوع ده نفسي اغير وجهه نظرهم مش عارف. بس هي ثابته خلاص مش مشكله. بس دول اهلي برضه ما فيش مشاكل. فيعني اي حد بينسى اي حاجه ما فيش عادي. يعني كلنا يعني مع بعضين. بس يعني شكرا. سلام عليكم.